مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في حصتكم حيلة وعسيلة. حيلة وعسيلة اليوم جبت لكم كيفية ولا حلوى معسلة اللي رايحين نقدموها لكم اليوم. حلوى اقتصادية وما طلبش بزاف وقت. هنا هذه الحلوى اللي راح نعملوها بالسميد والفارينة. تبعوا معايا المقادير وطريقة تحضير تاع هذه الكيفية. هنا لهذه الكيفية نسحقوا كمية تاع فارينة راح نطموا بها العجينة. عندنا كيس خميرة كيميائية، عندنا مبشور تاع حبة قارص، عندنا هنا كاس تاع سميد يكون رطب، نص كاس تاع زبدة تكون دايبة وباردة تماما، عندنا كمية تاع الفستق اللي حنزينوا بها هذه الكيفية، عندنا 4 كاس تاع مزهر، عندنا نص كاس تاع حليب، كاس زيت، وعندنا كمية تاع العسل باش نعسلوا هاد الحلوى. هذا بالنسبه للمقادير. نروحوا درك مباشره لطريقه تحضير تاع هاد الكيفيه. هنا راح نسبقوا في هاد الزبده اللي كنت ذوبتها من قبل، راح نحطوا هاد الزبده هنا اللي كنت ذوبتها من قبل هكذا، نزيدوا الزيت، قلنا كاس زيت، عندنا نص كاس حليب، وعندنا قلنا 4 كاس تاع المزهر، نزيدوا كذلك مبشور الليمون، ونزيدوا قلنا كاس تاع سميد يكون رطب. هكذا نخلطوا مليح. وعندنا هنا خميرة كيميائية، ونبداو نطمو هاد العجينة. هكذا نطموها غير بالعقل حتى نتحصلوا على عجينة سهلة الاستعمال، يعني نقدموها بكل سهولة. هكذا هنا الفارينة قلنا يعني ما فيهاش حساب حتى نطمو العجينة نتاعنا، قلنا وتولي سهلة باش تخدموها. هنا كما راكم تشوفوا، وراح ندخلوها للفرن. هكذا بهذه الطريقة. هذه هي العجينة نتاعنا. هاكو تشوفوا هنا كيفية سهلة ما تطلبش بزاف الوقت. هكذا هذه العجينة من بعد راح نكملها. ناخذ الموس، ولا تقدروا تاخذوا النقاش، نقسموا هذه الحلوى في الوسط هكذا بهذه الطريقة. ونحطوا كمية تاع الفستق بهذه الطريقة. هكذا
مشاهدينا الكرام، هذه هي الحلوى تاع نهار اليوم. ما بقى لي غير دوك ندخلها الفرن على درجه حراره 170 درجه. رايحين نخليوها طيب تاخذ اللون ذهبي تماما. من بعد غير تخرج من الفرن رايحين نعسلوها بالعسل ما يكونش فيه المزهر. تابعوني نروحوا للفرن. رايحين نخليو الحلوى نتاعنا قلنا على درجه حراره 170 درجه مده 15 حتى 20 دقيقه تاخذ اللون ذهبي. نخرجوها ورايحين نعسلوها. نروحوا فاصل نعاود نوليو ونشوفوا كيفاش راح نعسلوا هاد الحلوى. خليكم بعد هاد الفاصل. الحلوى تاعنا راهي خضرت اللون ذهبي. نروحوا تبدوها من الفرن. قلنا مباشره نروحوا نعسلوها وهي سخونه. راكم تشوفوا هنا خضرت اللون ذهبي. نروحوا درك نعسلوها. راح نحطها هنا هكذا. ورايحين نفرغوا هذا. نفرغوا لها العسل من الفوق ونخليوها تشرب شويه ونحيوها. نحطوها تقطر. من بعد على هذاك الفستق يعني طار يعني معليش رايحين تعاودوا يعني يلصق بالعسل. يعاود يلصق هكذا. مشاهدينا الكرام، راح نكمل نعسل هذه الحلوى. نروحوا فاصل قصير ونعاود نوليو ونشوفوا حلوى على شكلها النهائي. خليكم بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، الكيفيه تاع نهار اليوم راهي حاضره وجاهزه امامكم. اللي كانت عباره عن حلوى اللي كنا عملناها بالسميد والفرينه والعسل. ان شاء الله تكونوا خذيتوا كل مقادير وطريقه التحضير تاع هذه الكيفيه باش ان شاء الله تجربوها في بيوتكم وتنجحوا فيها وتعجبكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في وحدكم، تهلاو في صحتكم، مع الف سلامه والى اللقاء.